يا جماعة هذا اللاعب كان ناوي ينتقم من ميسي وانتر ميامي، لأنهم خسروا قبل كذا من انتر ميامي بنتيجة كبيرة، فصرح قبل المباراة أن الفريق يريد ينتقم. وهكذا يعني في روح كانت معنوية عالية على أنهم ينتقموا من ميسي وأصدقائه. طبعا بدأت المباراة ولاحظنا أن ميسي كان نوعا ما جدي بصراحة في هذه المباراة، وكان مركز أكثر من العادة. بدأت المباراة، لقطة جميلة، هدف جميل من ميسي، ودى المدافع بيروح يمين لا راح يسار، وبغى يحطها على الجهة المعتادة لا حطها في الزاوية الغير متوقعة، يعني خدع المدافع وخدع الحارس وسجل هدف عالمي. ولو تشوفوا احتفاله ميسي واضح انه مركز جدا على المباراة. المباراة فيها خروج مغلوب على فكرة. بعد شوية ميسي لقطة في نص الملعب، مين واجه صاحبنا اللي حاب انه ينتقم، ووب اخذ له كوبري كذا حلو على الماشي. ميسي قال له ها الوضع تمام، واللاعب شوي ضحك على نفسه وكمل المباراة. ميسي استمر بجديته وسجل هدف ثاني. طبعا هذا من الاهداف العادية اللي ما نحب نشوفها من ميسي يعني، بس يلا زين، هدف المهم انه هدف. وكمل المباراة بنفس تركيزه، واستمر في الشوط الثاني. ميسي بدع وصنع هدف ثالث، وكان انهاء جميل من صاحب الهدف. وبعدين مين ضغط على ميسي مرة ثانية؟ أبو تصريح، أبو انتقام. كان ضغط على ميسي من ورا، وعلى بال أن ميسي مش شايفه، ووب أعطى كوبري ثاني. يا ساتر، ميسي مش شخصنها ميسي. السؤال يا جماعة، هل تتوقعون أن ميسي كان عارف عن التصريح ولا لا؟ بس اكتبوا لي في الكومنتات.